بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم هذه الحلوى الرائعة بالسميد وشوية تاع جوز الهند. نروحوا للمقادير. في الأول نديرو 3 بيضات مع قرص من الملح. نديرو شوية برك تاع الملح، نزيدو السكر. عندنا كوب إلا ربع من السكر، ملعقة صغيرة من الفانيليا، و2 ملاعق صغيرة من مربى المشمش. نتوما ديروا المربى اللي موجود عندكم. نخلطوا مليح هذه المكونات. هذاك المربى لازم ندوبوه مليح. نضيفوا كاس أو كوب من الزيت. الكوب السعة ديالو 150 غرام، ونستمر في الخلط. نزيدو جوز الهند. عندنا كوب من جوز الهند يعني 150 غرام. عندنا كيس من الخميرة الكيميائية ونصف الكيس، يعني نزيدو الكيس الثاني نهزو منه ملعقة صغيرة. نخلط مليح حتى يتجانس هذاك المواد هذيك تتجانس مع بعضها. الآن نضيفو السميد. عندنا الكوب الأول نديروه بالتدريج ونشوفو مع القوام تاع الخليط. نزيدو الكاس الثاني. السميد ما يكونش خشين، لازم يكون رقيق من نوعية جيدة. أنا كملت الكاس الثاني. نخلطوه مليح. نخليوه 10 دقائق حتى هذاك السميد يشرب، لأنه السميد دايما يشرب السوائل هكذا، باش من بعد يعني ما نضمنو ما تجيناش الحلوى ناشفة وما تجيناش يابسة. بعد 10 دقائق نشوفو اسكو شرب ولا يحتاج مزيد من السميد. نتوما الا جاكم يلصق شويه في اليد، زيدوا له شويه تاع السميد. القوام ديالو لازم يكون كما راكم تشوفوا في الصوره، لازم يجي طري وما يجيش يلصق. نجيب قليلا من الماء هادي من الحنفيه مع الجوز الهند باش نرمضوا هاد الحلوى. نبداو نشكلوا في الحلوى، نديروا كرات صغيره ونديروها في جوز الهند. ندهنو شويه الكيف ديالنا بالماء ونكورو هذيك العجينه. نرمضوها في جوز الهند ونديروها في السنيوه. نرشقو الحبات نتاع الحلوى بالمكسرات.
أنا درت الفول السوداني، وانتوما ديروا اللي موجود عندكم، اللوز ولا أي نوع من المكسرات الأخرى، ولا ما ديروش خلاطي إلا كان ما عندكمش. ندخلوها للفرن طيب على درجة متوسطة، درجة حرارة متوسطة. نخليوها طيب حتى تحمر شوية من فوق. يعني الحلوة لازم تعسوها كل واحدة، ويعني عندها الفرن ديالها الخاص بها، لازم تعسها وتطيبها تطيبها مليح. لازم تحمر شوية هذه الحلوة باش تجي مقرمشة وتجي بنينة. هذه هي الحلوة نتاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. واذا كان عجبتكم شجعوني بالاعجاب ديالكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، دايما الجديد. في الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.